عائشة تتخطى العقبة الكأداء وتحصل على مسكن لائق بعد طول انتظار. عائشة التي قضت سنوات طوال بدار صفيحية بحي جبل الزرقاء كانت ضمن الدفعة الأخيرة التي استفادت من شقة بالمشروع السكني المجد بمنطقة سيدي يحيى لإعادة إيواء قاطني الصفيح. كنت ساكنة أنا والوالدة ديالي في الجبل تاع الزرقاء، وكنا نتما شحال من سنة هذه. كنا ساكنين في البرارك تاع القصدير وداك الشيء، ومن كتقهرتنا الشتاء والشمس البرد كلشي كان فينا. ولي الحمد لله جا تعاونوا معنا وعطاونا في البطيمات، وتعاونوا معنا المحسنين وكلشي، وعطاونا بالماء بالضوء بكلشي، ورحنا ساكنين الحمد لله. كنا ساكنين في حي الزرقاء وحولونا جينا لهذا الحي هنا، والحمد لله حي نقي وسكننا واستقرينا. كاينين 2 بيوت والمطبخ وصاله والدوش، ورحنا مستقرين الحمد لله. التجمعات الصفيحية الكبرى بكل من جبل الزرقاء، سيدي يحيى، سيدي زيان، بوسطيلة، العشيش، التي كانت تضم 2159 منزلا صفيحيا، هدمت جميعها ليتم إعادة إيواء الأسر المستفيدة في 5 تجزئة سكنية و4 برامج للسكن منخفض التكلفة. مجهودات أثمرت منذ انطلاق برنامج محاربة السكن الصفيحي عام 2005 إعلان وجد مدينة بدون صفيح. وبفضل تضافر الجهود ديال جميع المتدخلين وعلى رأسهم السلطات المحلية وكذلك المحسنين، استطعنا منذ 2005 إلى الآن هدم أكثر من 2159 براكة، وبهذا أصبحت مدينة وجدة خالية تماما من الصفيح، وتم إعلانها بصفة رسمية مدينة بدون صفيح. البرنامج برمته كلف واحد الغلاف مالي كيفوق 160 مليون ديال الدرهم، مبلغ ساهمت فيه الدولة ب67 مليون درهم في إطار برنامج محاربة السكن الصفيحي بعاصمة الجهة الشرقية، حيث استفادت أكثر من 140 أسرة من شقق سكنية، فيما استفادت أزيد من 1000 عائلة من بقع أرضية بأثمنة تفضيلية. البرنامج مكن فضلا عن تحسين ظروف عيش الأسر الفقيرة من تحسين المشهد الحضري والبيئي بالمدينة.